نحن في أسبوع الآلام نتتبع خطوات المسيح خطوة خطوة بزمنها، من يوم أحد الشعانين حين بدأ في تطهير الهيكل، واليهود ضاعت آمالهم فيه كمخلص بشري يرد لهم الملك، ولم يعجبهم أن تكون مملكة روحية لا علاقة لها باستعباد الرومان. والكتبة والفريسيون حسدوه على لقاء الشعب له في أحد الزعف، وقالوا هو ذا الكل قد سار وراءه، وبدأوا يتآمرون عليه. المسيح تألم خارج المحلة، ونحن لذلك نحتفل بأسبوع الآلام بعيدا عن الهيكل، بعيدا عن قدس الأقداس الذي في الكنيسة، نحتفل به في الخورس الأخير. وكل جدران الكنيسة وأعمدتها تكتسي بالسواد إلى هذه الساعة فقط من البسخة المقدسة. يعني لو كانوا الضيوف جم قبل كده بنص ساعة كانوا شافوا الملابس السوداء التي ترتديها أعمدة الكنيسة. ونقف نحتفل بآلام المسيح بألحان الحزن هنا. وأود أن أنبه إلى نقطة هامة: آلام المسيح كانت سببا في خلاصنا، فكيف نحتفل بها بأسلوب الحزن؟ نحن في هذا الأسبوع لا نفكر في أنفسنا، إنما نفكر في المسيح نفسه. لو كنا أنانيين ملتفين حول أنفسنا فقط لكنا نستقبل هذا الأسبوع بكل فرح، ولكن لأن آلام المسيح سببها خطايانا نحن، ونحن الذين تسببنا له في الألم، لذلك نستقبل هذا الأسبوع في ألم. وأيضا نتذكر أن الفصح كان يؤكل على أعشاب مرة، ونحن نستقبل الفصح إنما نتذكر الأعشاب المرة أيضا. ولعل السبب أن خطايانا كانت هي الأعشاب المرة التي يؤكل عليها الفصح. ثالثا، نحن يهمنا جدا عبارة بولس الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. ونحن في هذا الأسبوع نتذكر شركة آلامه، أو ندخل في شركة آلامه. المسيح تألم من أجلنا، ونحن يجب أن نتألم معه أيضا. ندخل في شركة الآلام في هذا الأسبوع. اليهود يتآمرون عليه ويدبرون له التهم الموجهة إليه كعدو لقيصر، كناقض للهيكل، ككاسر للسبت، ويقف أمامهم كخاطئ يحاكمونه، ونحن نمشي من ورائه
ونقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا عمانوئيل إلهنا وملكنا. الكتبة والفريسيون يحسدونه، وكذلك الشيوخ ورؤساء الكهنة، ويتآمرون على قتله، ونحن نمشي وراءه ونقول: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. هم يوقفونه كخاطئ يستحق الموت، ويفضلون باراباس عليه، ويقدمونه للصلب، ويقولون: اصلبه اصلبه، في نكران، في جحود، في خيانة. ونحن نقول له: نحن نعرف من أنت، أنت المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الصالح، لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد آمين. المسيح يصعد على الصليب، وتسمر المسامير في يديه وقدميه، وقبل ذلك إهانات وشتائم وبصاق وتحديات: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. أما نحن فنقول له: من أجل محبتك يا رب صعدت على الصليب لكي تخلصنا. نحن نعلم أنك كنت تستطيع أن تنزل من على الصليب لو أردت، وكنت تستطيع أن لا تعلق عليه إطلاقا لو أردت، وكنت تستطيع أن تنزل نارا من السماء فتحرق أعداءك إن أردت، ولكنك لم تأتي لتهلك العالم بل لتخلص العالم. أتيت لتحتمل الخطاة الذين أولهم أنا، أتيت لتصلب، لتبذل نفسك فدية عن كثيرين. هم يوجهون لك التحديات كضعيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ولا تستطيع أن تخلصهم. أما نحن فنقول لك: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا. وهكذا نحن نحتفل بآلام المسيح، مشتركين معه خطوة خطوة. وعندما دخل ضيوفنا الأعزاء إلى الكنيسة كنا نرتل للسيد المسيح بعد أن قدم الخلاص وصعد على الصليب، كنا نرتل له المزمور الذي يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، عرشك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. أنت على الصليب أعظم من 1000 ملك على 1000 عرش. أنت ملكت على الصليب، ملكت العالم الذي أخذه الشيطان بالخطية واشتريته على الصليب بدمك.
اشتريته على الصليب بدمك فصرت ملكا على الصليب. ليس كما كتبوا لافتة على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود، إنما قد صرت ملكا للعالم أجمع، من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. دمك يكفي لشراء العالم كله، من كل جنس ومن كل لون. أنت بدمك حولت اليهود من أعدائك إلى أصدقاء لك، وأنت تسفك هذا الدم قلت اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فلتكن ملكا ولتملك على الصليب، ونحن نرتل لك قائلين لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. صليبك هذا الذي هو في نظر الناس عار وضعف وفضيحة، هو في نظرنا رمز الحب والبذل والتضحية والفداء والقوة التي انتصرت على الشيطان وضيعت ملكه من آدم إلى آخر الدهور. صليبك هذا الذي يحتقره البعض هو شعارنا، نضعه فوق رؤوسنا من فوق وفوق رؤوس كنائسنا، فوق قبابها وفوق مناراتها وفوق هياكلها، ونفتخر به. وليس لنا شيء نفتخر به أكثر من صليب ربنا يسوع المسيح. نحن لا نجد عارا في صليبك ولا نختفي منه، إنما نعلقه على صدورنا ونجعله بركة لنا ونطلب قوته، ونقول مع بولس الرسول حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. نحن يا إخوتي لا نحتفل فقط بالمسيح ملكا داخلا إلى أورشليم، إنما نحن نحتفل بالأكثر بآلامه من أجلنا. هل رأيتم شعبا على الأرض يحتفل بالآلام مثلما يحتفل المسيحيون بآلام ربهم في كل المسكونة؟ هكذا نحن نحتفل بالآلام، لا نحتفل بآلام المسيح في هذا الأسبوع فقط من كل عام، أسبوع الآلام، إنما نحن نحتفل في كل يوم جمعة من كل أسبوع على مدار السنة بآلام المسيح، احتفالا أسبوعيا. ونصوم كل يوم جمعة، نصوم كل يوم جمعة طول السنة متذكرين آلام المسيح، لأن آلام المسيح هي حياتنا وهي خلاصنا وهي كرازتنا وهي أساس عقيدتنا المسيحية. ونحن
لسنا نحتفل فقط بآلام المسيح احتفالا سنويا أو احتفالا أسبوعيا، إنما نحتفل بآلام المسيح في كل يوم. فالكنيسة تعلمنا أن نصلي كل يوم صلاة الساعة 6 من النهار. الساعة 6 من النهار التي صلب فيها المسيح، ونقول له: يا من في اليوم 6 وفي الساعة 6 سمرت على الصليب من أجلنا. إذن نحن نحتفل بآلام المسيح احتفالا سنويا واحتفالا أسبوعيا واحتفالا يوميا، بل نحن نحتفل بصليب المسيح في كل لحظة وفي كل وقت، حينما نبدأ صلواتنا بعلامة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس، فنرشم أنفسنا بعلامة الصليب في كل وقت، متذكرين الصليب والآلام والفداء، كل هذه التي كانت من أجل خلاصنا. الصليب عندنا هو أنشودتنا الدائمة، أغنيتنا المستمرة التي نغنيها في كل يوم وفي كل ساعة، بل حينما ننام نرشم فراشنا أيضا بعلامة الصليب لكي ننام في حفظه، في قوته، يحفظنا ويحفظ أحلامنا أيضا. نحن نحتفل بالألم لأن المسيح مجد الألم حينما تألم. المسيح مجد الألم حينما تألم، وأعطى الألم معنى عميقا من الحب. لا يوجد أعمق من الحب الذي يتألم، لا يوجد أعمق من الحب الذي يتألم من أجل من يحبه. ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. والمسيح على الصليب كان ذبيحة حب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الصليب ليس فقط عقيدة، إنما هو أيضا عاطفة، هو حب. والمحبة تصل إلى قمتها حينما تصعد على الصليب. لذلك نحن نحتفل بالألم. لا نحتفل بالألم فقط بالنسبة للمسيح، إنما نحتفل بالألم أيضا بالنسبة إلى الشهداء القديسين. نذكر يوم آلامهم ويصير عيدا لنا. عيد كل شهيد هو يوم آلامه، وعيد المعترف هو يوم آلامه. والصليب لم يهرب منه المسيح، بل سعى إليه وقال: من أجل هذا أتيت. ونحن أيضا الصليب لا نهرب منه، إنما نسعى إليه ولا نخافه، بل نرحب به.
فالمسيح قال: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. المسيحية يا إخوتي بدون صليب ليست مسيحية على الإطلاق. المسيحية هي الصليب، والصليب هو المسيحية. وما هي الحياة الروحية؟ ما هي الحياة الروحية؟ هل تظنونها مجرد صوم وصلاة وتأمل؟ هو ذا بولس الرسول يلخص حياته الروحية في هذه العبارة الواحدة في غلاطية 22. بيقول ايه؟ مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يا ليتنا نصلب مع المسيح. البعض يسأل: متى نال اللص اليمين نعمة المعمودية؟ متى نال اللص اليمين نعمة المعمودية؟ إن كانت المعمودية موتا مع المسيح كما قال بولس الرسول في الإصحاح 6 من الرسالة إلى روميا، فاللص اليمين مات فعلا مع المسيح، صلب فعلا مع المسيح، وحسبت له هذه معمودية، معمودية بالدم وليس بالماء، لكنها موت مع المسيح. نحن نريد أن نتألم معه، والكتاب قال لنا: إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه أيضا. إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه أيضا. إن كنا نموت معه فسوف نحيا معه أيضا. إن كنا ندخل في شركة آلامه فسندخل في شركة ملكوته وشركة مجده وشركة أكاليله وشركته مع الآب في السماء. المسيح عندما دعا بولس الرسول قال عبارة جميلة عنه، قال: سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وكان هذا هو مجد بولس الرسول. القديس يوحنا ذهبي الفم كريسوستوموس، يوحنا ذهبي الفم فيما يفسر رسائل بولس قال تعليقا على أسألكم أنا الأسير في الرب عن آلام بولس وسجن بولس وتعب بولس، قال: متى كان بولس أكثر مجدا؟ متى كان بولس أكثر مجدا؟ هل حينما صعد إلى السماء الثالثة أم حينما كان مقيدا بالسلاسل؟ مجد بولس كان في السلاسل أكثر مما في الاستعلانات وفي الرؤى وفي المعجزات. المجد هو مجد الألم.
الإنسان المسيحي الذي يحب المسيح ويحب دم المسيح وآلام المسيح يحب أن يتألم معه، يحب أن يتعب من أجله، يحب أن يصلب من أجله. ونحن نضع الشهداء القديسين قبل الآباء البطاركة وقبل النساك آباء الرهبنة، لأن الحب المعبر عنه بالدم أقوى وأعمق. فإن كان ناسكا وشهيدا أو راعيا وشهيدا فهذا أفضل. والآباء الرسل كانوا رعاة وشهداء، والآباء الأساقفة الأول كانوا رعاة وشهداء، وكل منهم حمل صليبه وتبع المسيح. الألم يا أخوتي هو أعمق ما في الحياة، الألم هو أعمق ما في الحياة. الإنسان في وقت اللذة، الإنسان في وقت اللذة يطفو على سطح الحياة، يطفو على سطح الحياة. أما في ساعة الألم فيدخل إلى العمق. الألم ينقي القلب، الألم يطهر الإنسان أكثر من 1000 عظة ومن 1000 كتاب روحي يقرأه. ساعة من الألم تنقي القلب في الداخل. لهذا سمح الله بالألم لكي نستفيد به، سمح الله بالألم لكي نستفيد به، وليس لكي نتذمر عليه أو نشكو منه أو نتضايق أو نخاف. افرحوا بالآلام، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. الرسل القديسون حينما جلدوا وسجنوا وأهينوا يقول الكتاب خرجوا فرحين، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. خرجوا فرحين لأنهم حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه. إنما أريد أن أقول في الألم أن تتألم من أجله، أن تتألم من أجله، من أجل الرب، من أجل ملكوته وإنجيله. لأن هناك من يتألمون لأسباب أخرى، هناك من يتألمون عقابا عن خطاياهم، هناك من يتألمون ليس من أجل البر. لكن بطرس الرسول بيقول عبارة كويسة. بطرس الرسول بيقول إيه؟ إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. ادخلوا في شركة آلام المسيح وتألموا من أجله، وافرحوا في كل ألم، احسبوه كل فرح في كل ألم. قولوا له من نحن يا رب حتى نتألم من أجلك؟ مين احنا؟
عشان نتألم من أجلك. من نحن حتى ننال إكليلا من أجل هذه الآلام؟ فليكن الرب مباركا في آلامه، وليعطنا هذه البركة العظيمة أن نتألم معه. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.